عايز تلاقي دهب؟ حوالينا أماكن كتير ممكن يكون فيها خامة دهب بس إحنا ما نعرفش. الدهب ممكن يكون في أي مكان حرفيا، بس هي أكتر الأماكن اللي ممكن يكون فيها ومش محتاجة معدات ضخمة ومصاريف عالية عشان نوصل له ونطلعه. وإيه هي العلامات اللي هتقولك إذا كان الدهب موجود في المكان ده ولا لأ؟ تعالوا نشوف. أول مكان ممكن تلاقي فيه دهب هو الأنهار. الأنهار في بدايتها عند المنبع بيكون سرعتها عالية ومندفعة، فبتنحت صخور كتير وهي ماشية، وبعض الصخور دي ممكن تكون شايلة دهب، ومية النهر بتاخده معاها وهي ماشية. طيب أكتر أماكن ممكن تلاقي فيها دهب في الأنهار هي الأماكن اللي هتقدر توقف سرعة المية دي وتبطئها وتخلي المية ترسب الدهب اللي شايلاه. طيب الأماكن دي شكلها عامل إزاي؟ أماكن كتير في الأنهار سرعة المية بتقل عن دهب، مثلا لما المية مسارها يتغير فجأة، لما تلاقي عائق في سكتها. العائق ده ممكن يبقى حجارة أو شجر، وممكن يبقى دهب. دي اسمها مياندرز أو التواءات نهرية. في الجزء الداخلي منها سرعة المية بتقل وبترسب الحمولة اللي شايلاها، اللي ممكن يبقى الدهب من ضمن الحمولة دي. كمان لما نهرين يتقابلوا مع بعض في منطقة بيسموها كونفلونس زون. وفي علامات في الأنهار لو شفت حاجة منهم يبقى احتمال يكون في دهب موجود في المكان ده. أول حاجة وأوضح حاجة هي الرمال السوداء اللي بتبقى قريبة من مصب النهر، زي اللي موجودة عندنا في مصر من رشيد لحد العريش على ساحل البحر المتوسط. كمان بيبقى جنب الدهب المعادن التقيلة اللي زيه، زي البيرايت والجلينة والأنرجايت. دي معادن كثافتها عالية زي الدهب فبتترسب معاه، فلو لقيتهم يبقى احتمالية وجود الدهب هتعلى. تاني مكان ممكن يكون فيه دهب هو الصحراء. ممكن تسأل ايه اللي هيودي الدهب الصحراء؟ بس ممكن جدا بسبب الفيضانات القديمة اللي وصلت الأنهار بالصحراء. وممكن أصلا يكون الصحراء دي في يوم من الأيام كان فيها أنهار، زي نهر النيل في مصر مثلا كان في وقت من الأوقات 7 أفرع، وكان بيمر في صحاري مصر قبل ما 5 أفرع منهم يحصل لهم جفاف ويتبقى فرعين بس، وممكن بس باحتمال أقل شوية بسبب المطر الشديد. طيب هلاقي الدهب فين في الصحراء؟ الدهب عشان معدن تقيل هيغوص ويستقر على الصخر الأساسي بتاع المكان اللي موجود تحت الرمل، ويدخل جوه الشقوق والكسور اللي موجودة في الصخر ده. أكتر مكان محتمل تواجد فيه الدهب في الصحراء هو مسارات الأنهار القديمة، وأي مكان محتمل يكون المية مشت فيه قبل كده، وغالبا بيكون فيه نباتات ورواسب طين. تالت مكان ممكن تلاقي فيه دهب هي الأماكن الساحلية اللي على البحر، بس لازم يكون البحر ده عنده نهر بيصب فيه زي البحر المتوسط عندنا في مصر. وأكتر شواطئ فيه احتمال تلاقي دهب فيها هي اللي بتكون الرملة بتاعتها سودة. دول أكتر 3 أماكن ممكن تلاقي فيهم دهب، ومش محتاج معدات تنقيب عملاقة ولا مصاريف عالية عشان تلاقيه. ممكن تدور بأساليب بسيطة ورخيصة. لو قريب منك مكان من دول ممكن تجرب حظك، ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.